السلام عليكم، اهلا وسهلا. كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ كنتمنى تكونوا في صحه جيده وكنتمنى تكونوا في احسن الحال. كنتمنى ان شاء الله تكونوا كتجوزوا عطله ممتعه مع وليداتكم وعائلتكم بالصحه والهنا، وان شاء الله والرفاهيه. ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد الفيديو اللي هو سهل واقتصادي وما فيهش شي وقت ليا كتيره، وبالمكونات جد بسيطه. وخليكم مع الفيديو. وبعيدا على الاكل التقليدي، اليوم جبت لكم واحد الطورطيه صيفيه كتجي رائعه بالخضر. تابعوا معايا الفيديو حتى الاخير. اول حاجه غادي ناخذ الدنجال وغادي نقطعوه على شكل مكعبات صغار. غادي ناخذ بطاطا حتى هي غادي نقطعها بنفس القياس ونفس الشكل. القرعه حتى هي غادي نقطعها سواء كبيره ولا صغيره. غادي نزيد تقريبا نص كاس ديال الزيت العاديه، وغادي نديرها هكا في جوج لاطات ديال اللي كيدخلوا للفران، نقسمها على جوج وغادي نديرها حتى تحمر. هنا غادي نرجع للبصله غنقطعها شهوره، وغنقطع الفلفل حتى هو غنديرهم في واحد المقيله. غادي نشحرهم، ندير الملحه صراحه الطريقه والابزار زوينه ويتشحروا حتى يتحمروا بحال وسهله هكا ويتقلاو. وما من بعد كديش هنايا شي وقت خرجتها اللي من هي الفران، عاد كثيره. غنضيف الملحه حيت ما ضفتهاش في الاول باش ما كتلقلياش الخضره الماء. صافي زدت عليها الفلفله والبصله. خصنا غير نمشيو هنايا خديت للتفاصيل 4 ديال والذبحات. البيضات، زدت عليهم الابزار. صافي كنكب ايوا الخليط صافا ديالي على تنجح البيض معنا ان شاء وكنحرك الله. كلشي. هنا كناخذ المول ديال التشيز كيك اللي كيتحل من الجناب، كنفرش له بابي كويسون، كندير فيه الزيت باش ما كيضيع لياش هكا المول ديالي. كندير الكميه الاولى بحال هكا وكنزيد عليها الجبن. من بعد كنزيد الكميه الثانيه بحال هكا وكنقاد كلشي. كنزيد الفرماج من الفوق. صافي كندخل كلشي واحد 10 ديال الدقائق، الفران يكون ساخن مزيان. هنا راه واجده معايا، كتوجد بسهوله دغيا دغيا، كتجي بنينه رائعه، وجبه صيفيه 100%. نتمنى تجربوها وتردوا عليا الخبر، وبالصحه والراحه.